السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض ترسة العجوة او المعروج. مخبوزات دايما كده تبقى موجودة على طول، بتسهل علينا حاجات كتير. يعني لو فطار او عشاء، لقمة كده في نص اليوم لو حبينا ناكلها مسكرة او حتى مالحة، بتبقى موجودة معاكي. وعايزة اقولك بقى، خلينا متفقين ان اي حاجه بنعملها في البيت بجد بتبقى جودتها احسن من بره 100 مره. كفايه بس ان انت اللي عاملاها، وكمان بتبقى عارفه هي معموله من ايه، وايه المكونات اللي محطوطه فيها، وايه جودتها. عايزه اقول لكم فيديو النهارده بجد حلو جدا، كمليه معايا للاخر وما تنسيش اللايك. يلا بينا. اول حاجه المكونات السايله عندي هنا كوبايه ميه من الحنفيه، يعني مش ساقعه ولا حتى تبقى دافيه. احنا طبعا الجو حر فما بندفيش الميه ولا اي حاجه. نزلت هنا كوبايه، العيار بتاع 200 مللي، وكمان عندي ربع كوبايه نزلت نصهم بس، يعني 25 مللي. ولو احتجت ابتدي ان انا ازود، ما احتاجتش خلاص بكتفي بالكميه اللي انا حطيتها. كمان عندي هنا ربع كوبايه من الزيت، يفضل جدا ما يبقاش ليه ريحه يعني. كمان عندي معلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين كبار من السكر. هضيف هنا كمان معلقه كبيره، ودي يعتبر محسن، معلقه من الخل. نزلت هنا كمان بياض بيضه. هضيف عندي هنا كمان كيس كده من الفانيليا، ربع معلقه صغيره من الملح، وكمان عندي هنا معلقتين كبار من اللبن البودر. تقدري تضيفيهم وتقدري ان انت تشيليهم لو هيبقى تكلفه عليكي لو انت عامله كميه كبيره، ولكن هو بيدي طعم حلو. هبتدي اقلب طبعا كل المكونات دي كده كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين، ادوب الملح والسكر، وكمان اشوف الخميره بتاعتي هتبتدي تتفاعل ولا لا. ده لو انا مش متاكده من الخميره، لكن لو الدنيا تمام عندي متاكده من الخميره، هبتدي ان انا اشتغل على طول. اول ما بدوب السكر هنزل عندي هنا بكميه الدقيق اللي هي نص كيلو. وطبعا لو احنا حابين نضاعف الكميه بنضاعف المقادير اللي احنا ذكرناها دي كلها. في عجان، في بولة عادية، هبتدي ان انا اشتغل. المكونات زي ما انتم شايفين كده اتحطت على بعضيها. ببتدي ان انا اوقف عندي العجان كده، اول لما بتتشكل عندي عجينة بشوفها محتاجة مية او لا. انا هنا طبعا محتاجتش مية تاني، يعني كل العيار اللي انا احتاجته النهاردة بالنسبة للمادة السائلة كان 225 مللي، يعني كوباية و تمن كده. اول لما بتتشكل عندي العجينه زي ما شفنا وخلاص، مش هضيف عليها اي مواد سائله تاني، بنزل معلقه من الزبده بدرجه حراره الغرفه عشان كمان متاخدش وقت مني كده على ما تندمج مع العجينه. بالنسبه بقى للعجن قد ايه، مده لا تقل عن 7-8 دقايق عجن عشان ناخد نتيجه كويسه، ويبقى ملمس العجينه عندي ناعم ما فيهوش اي تعريج خالص. هنا بقى وصلت خلاص للقوام اللي انا عايزاه، قوام تحس ان هو ناعم. العجينه معايا ناعمه زي ما انتم شايفين. كمان العجينه بقى ليها عرق كويس، العجينه طريه معايا ولكن ما بتلزقش زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كده خلاص تمام جدا. هبتدي ان انا اشيلها عندي من العجان ونشوفها بشكل اوضح شويه، وده بيكون شكل العجينه. هبتدي بقى دلوقتي ان انا احطها عندي في بوله، وهسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. طبعا في الجو الحر اللي احنا فيه ده مش هنسيبها اكتر من كده خالص، يعني انا مش عايزة العجينة تتخمر عندي تخمير كامل. اما بالنسبة بقى للشتاء فده بيبقى وضع تاني، الجو بيبقى ساقعة فبتحتاج ان احنا نسيبها اكتر شوية، ممكن نسيبها لغاية نص ساعة او ساعة الا ربع، وبعد كده نشتغل فيها. نيجي هنا بقى لما ترتاح عندي العجينة 10 دقايق، هعمل الحشوة. عندي 400 جرام من العجوة يفضل جدا ما يبقاش نوع يعني مش حلو، بيبقى فيها رمل، ودي طبعا بتبقى حاجة بصراحة مؤذية جدا. فننقي نوع كده يكون كويس، ونكون كمان واثقين فيه ان احنا نبقى نشتغل بيه على طول. ببتدي ان انا اقطعها، وطبعا العجوه عندي هنا مش متشغله. يعني ايه مش متشغله؟ يعني مش طريه كفايه ان انا اقدر اشتغل فيها. بعمل ايه؟ بنزل عندي كده معلقه من السمنه او معلقه من الزبده بدرجه حراره المطبخ، وعندي هنا معلقه كده من الكاكاو الخام. دي طبعا اضافه، عايزه تحطيها او عايزه تشيليها مفيش مشكله خالص، ولكن هي بتدي طعم، وكمان بتغمق لي عندي العجوه شويه. ابتديت طبعا ان انا اعجنها. لما وصلت للنتيجه اللي شايفينها دي، العجوه بقت لينه جدا معايا وبقت كويسه جدا زي ما انتم شايفين. هبتدي دلوقتي بقى ايه اعملها صوابع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عايزاه بقى ايه، عريضه، عايزاها رفيعه، على حسب طبعا ما تحبي. بخلصها عندي كده في السريع، ما تاخدش وقت خالص، يعني يمكن 5 دقايق كده وكانت تمام جدا معايا. نيجي هنا بقى للعجينه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين انا سبتها بس 10 دقايق، ولكن الجو كان حر جدا جدا. زي ما انتم عارفين يعني الجو صعب قوي الايام دي، فتحسي ان العجينه معايا متخمره تخمير كامل. فابتدي اعملها رول واقطعها. بالنسبه بقى ل
الحجم نفسه بتاع ترسة العجوة دي، عايزة كبيرة او صغيرة مفيش مشكلة. ولكن لو عندك ميزان وبتحبي تشتغلي بيه، يبقى كل واحدة هتبقى من 60 ل 70 جرام. دي كده وزن بصراحة حلو جدا. ولكن لو انت ما عندكيش، هيبقى يعني بالعين كده ممكن تخليها اكبر من البيضة بشوية. تمام. هبتدي ان انا اكورهم وارصهم عندي في صينيه. انا ما بسيبهمش يريحوا طول ما الجو عندي حر بالشكل ده. اول لما بخلص تكوير ببتدي ان انا اشتغل على طول. عايزه اقولك العجينه عندك هتبقى مريحه ومش محتاجه خالص ان انتي تسيبيها تستريح. بفردها عندي بالمردنه، ما بتلمش معايا زي ما انتم شايفين، بتفرد بشكل كويس جدا، سهله كده وجميله معايا. عجينه بصراحه مخدومه بشكل كويس جدا، يعني سواء في كمية السوائل اللي احنا حاطينها او حتى في مدة التريح. احنا لغاية دلوقتي ما سيبناش حاجة تتخمر، هي بس مجرد تريح. بفرد عندي العجينة وبعد كده ببتدي احط كمية العجوة واقفل، يعني اعمل العجينة رول بالطريقة دي واقفل بشكل كويس جدا، وبروح عاملاها دايرة واقفل. اهم حاجة عندي خطوة التقفيل دي، سواء من تحت او حتى لما بعمل الدايرة دي. تمام. بعد ما بخلص بجيب عندي طرف السكينه بمسكه من تحت كده، وابتدي اعمل الفتحات اللي انتوا شايفينها دي اللي هي شكل الترسه. تمام. طبعا لو انت عايزه تكملي للاخر ماشي، مش عايزه تكمليها خلاص مفيش مشكله، بتسيبي القطعه ديت. ولكن انا لما بحطها في الصينيه ببتدي ان انا اعمل لها فتحتين تاني، وبتبقى كلها شكل واحد. هنا برضو حبيت اعمل واحده تانية، عايزه اوريلك بس العجينه قد ايه هتبقى مريحه جدا معاكي ومش هتتعبك اثناء التشكيل. تعالوا بقى نتكلم على كذا حاجه تخص المعجنات اصلا. يعني اما نيجي نشتغل في المعجنات بالنسبه للصيف، انا ما بحاولش ان انا اخمر العجينه تخمير كامل، ده بيبقى مش في صالح العجينه خالص، بتخلي ريحه المعجنات نفسها خميره. فخلي التخمير بعد التشكيل مش قبل التشكيل، خليها في الاول كده تريح، لان طبعا الجو بيبقى صعب جدا، فمش لازم العجينه تتخمر كذا مره. تاني حاجه الخطوه بتاعه الخميره نفسها، لازم ابقى متاكده من نوع الخميره اللي انا بشتغل فيه. يعني ما احطش كل المكونات على بعض، لبن او حتى بياض بيض، وابقى مكلفه حاجات كتير والخميره بتاعتي على الله حكايتها، يعني ما بقاش متاكده منها. تمام. دي برضو خطوه لازم نعملها الاول كده، تعملي تيست على جنب بنص كوبايه ميه ونشوف، لو اتفعلت نشتغل بيها، لو متفعلتش خلاص بنبتدي ان احنا نغيرها ونكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. الدقيق برضو من الحاجات المهمه جدا لازم اخلي بالي منها. يعني في دي بيحتاج ميه اكتر من المقدار اللي احنا بنحدده، في دي بياخد المقدار اللي احنا بنحدده، وفي دي بياخد اقل من المقدار اللي احنا بنكون محددينه. فلو انا هاجي اشتغل مثلا في الوصفه اللي احنا قلنا عليها النهارده دي، مش لازم احط ال 225 مللي كلهم، يعني احط كوبايه واخلي 25 مللي، يعني ازودهم حبه حبه واشوف الدقيق معايا هيشرب سوائل قد ايه. تمام. دي برضو حاجه لازم اخلي بالي منها عشان ما افضلش ازود في سوائل ودقيق والوصفه تحس ان هي ابتديت ان انا افقد السيطره عليها كده وممكن تبوظ مني. هنا بقى بعد ما ابتديت احط عندي كده في الصاج، هسيبهم يتخمروا حوالي ربع او تلت ساعه في الجو الحر جدا ده. طبعا الشتاء بيختلف شويه. نيجي هنا بقى دهان الوش، عندي صفار بيضه، معلقتين لبن، معلقه من الخل، دوبتهم بشكل كويس جدا. وهنا عندي العجينه بعد ما ابتدت انها تخمر، طبعا الحجم بتاعها بيتضاعف بالشكل ده. واهم حاجه لازم نسيب مسافات ما بين كل واحده والتانيه، لان هي في التخمير حجمها بيزيد، في التسويه حجمها بيزيد اكتر من كده كمان. ببتدي ان انا ادهنها بشكل كويس جدا بالطريقه دي، وبكون في الاثناء دي مشغله عندي الفرن 10 دقايق فاضي، ما بكونش حاطه فيه اي حاجه خالص، بحيث ان هو ياخد حراره كويسه، وبعد كده ادخل فيه الصور. وبالنسبه للمخبوزات بدخلها على درجه حراره عاليه، يعني درجه حراره 200 كده بتبقى معقوله معاكي. ببقى مشغله من تحت بس، اول لما القرص معايا دي بتاخد لون كويس من تحت اطفي، وشغل عندي الشوايه من فوق تاخد لون معايا موحد زي ما انتم شايفين. بصراحه طالعه ولا احلى من كده خالص. العجينه كده تحس ان هي منفخه مستريحه، واخده تسويه حلوه جدا من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفين. بصراحه حلوه جدا. للناس بقى اللي هي تحب مثلا تحطها عندها في الفريزر، اول لما بتهدى تحطيها في اكياس وتقفلي عليها كويس جدا وتحطيها في الفريزر، لما بتعوزي بتطلعيها مثلا تسيبيها تريح شويه، وبصراحه بتبقى ولا احلى من كده خالص. وبكده يكون خلص معايا فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك وجربيها. ما تنسيش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.